سلام البنات الزينات الباهيات سيدات وآنسات، مرحبا بكم في لمسات جواد. نهار جديد وطبق جديد. اليوم جبت لكم شخشوخة الظفر، طبق جزائري تقليدي 100%. تقريبا كل الجزائريين تقريبا كبير وصغير يبغيوها ويموتوا عليها، خاطرش تجي بنينة وتجي تسخف. مام يديروها في الأعراس، في المناسبات، في الأعياد، في الأسبوع مثلا نهار الجمعة والله. مهم هذا الطبق لازم يكون في كل بيت جزائري. ان شاء الله يا ربي يعجبكم، يدخل قلوبكم، يدخل بيوتكم، تسيوه وتدعوا لي بالخير. ننتقل للوصفة ان شاء الله باذن الله وعلى بركة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هنايا عندي كل مكونات وجدتهم. هنايا عندي شخشوخة الظفر، هذه راهي مخدومة باليد ماهيش تاع البيع، بعثوها لي من البلاد. ربي يحفظهم ويسترهم ويحميهم ويخليهم ديما يبعثوا لي حاجه اشكف. المهم هنايا عندي الخضره اللي راح ندير فيها. عندي حبه لفت، 2 حبات بطاطا صغار، عندي سناريه ولا زروديه، فلفله حاره، وعندي جريوات، وهنايا طماطم وبصل وثوم مرحيين درتهم في الروبو ورحيتهم، بصل وطماطم وثوم. عندي حمص تاعي ديجا راهو طايب مانيش راح نلوحو درك، وعندي اللحم، وعندي لي زيبيس اللي هو نص مغرفه كبيره فلفل احمر، شويه زنجبيل، كزبر، ثوم مرحي، فلفل كحل ولا ابيض، طماطم تاع الباط، ملح، ورقه رند، ودواوات مشكله، بهارات مشكله يعني كاين فيها شويه شويه. وهذو هما مهم الدواوات اللي عندك اللي موالفه تنصبي بهم استعمليهم. هنا في الكوكوطه ندير شويه تاع الزيت ونلوح المارس تاعي تاع اللحم. انا عندي 3 مورسو، نتيا ديري واش حبيتي، واش عندك، واش قدرتي عليه. مام بالدجاج وديريها بنفس الطريقه تجيك ثاني هايله. نخلي اللحم تاعي يتقلى في الزيت، يتقلى شويه، المهم حتى يتبدل اللون تاعو، ماشي تخليه يحمر ولا فوالا كما راكم تشوفوا. ندوروا الجهه الاخرى ونلوح البصله والطماطم والثوم اللي كنت رحيتهم في الروبو. نزيد ندير عليهم لي زيبيس اللي وجدتهم، ملح، ورقه تاع رند، كزبر، فلفل احمر، زنجبيل، فلفل كحل، وطماطم تاع الباط، مغرفه كبيره تاع طماطم تاع الباط. نخلط كل المكونات مع بعضها، نخلط مليح، ندخل مليح الدواوات مليح في اللحم مع البصله والثوم والطماطم، نسكر عليهم ونخليهم يتقلاو. خليهم يتقلاو واحد 5 مينوت بصح شاك فوا طلع عليهم لا يعود يلصق لك ولا يتحرق لك والله. المهم انا خليته واحد 5 مينوت وحليت عليه، زدت درتلو شويه تاع الماء ونزيد نخليه يتقلى مليح. فوالا ثاني واحد 5 مينوت هكاك، 5 دقائق وهو يتقلى. هنا نبدا نمرق. المهم خلي المرقه تاعك تقلى مليح، سر البنه في القليان. نلوح شويه تاع الماء ونلوح الخضره نتاعي، نزيد نمرق. وراه هنا درت واحد اطره ونص تاع الماء. المهم تيا والكوكوطه تاعك تيا وكيفاش موالفه تمرقي المرقه تاعك. لحت الخضره تاعي ولحت الماء وسكرت على لاكوكوط ودرت له 15 دقيقه. هنا 15 دقيقه جوست باش طيب الخضره تاعي. نحيها دوك تشوفوا هنا راهي فاتت 15 دقيقه. نحل على لاكوكوط ونحي الخضره تاعي. ما بغيتش الخضره تاعي طيب حتى تتفتت في المرقه، لا لازم تخلي الخضره تاعك محافظه على الشكل تاعها. نحي كامل الخضره ونزيد نسكر عليه باسكو اللحم تاعي ومازال ما طابش. نزيد نسكر وندير لها واحد 10 مينوت، 10 دقائق. 10 دقائق اللحم تاعي طيب ديجا راه طاب نص طياب، زيد نكمل له النص الاخر. 10 دقائق ولا 11، انا درت 11. نخلي اللحم تاعي طيب. كي يطيب اللحم نحل على لاكوكوط. هنا كلش تاعي راه طاب. نحي شويه من لاصوص هذيك ونديرها للحمص. الحمص قلت لكم راه طايب، على بها ما لحتوش مع الاول في لاكوكوط. جوست من بعد نحي شويه من لاصوص وخليه يشرب شويه لاصوص هذيك، نحطو على النار يغلي، يشرب لي لاصوص، تتلاح فيه البنه تاع لاصوص ونطفي عليه. نحي اللحم تاعي من المرقه ونصفي المرقه. دوك من بعد نرجعوا المرقه تاعي.
هنايا نبداو في الشخشوخه. شخشوخة الظفر كما قلت لكم مخدومه باليد، ماهيش تاع البيع. ندير الكميه اللي حبيت، المهم هي الكميه اللي بغيتي. الكميه هذه راهي دارت لي طبسي كبير. تي الا كان عندك ضياف ولا عندك عائله كبيره ولا ضعفي الكميه، ديري شويه اكثر. هذه راهي دارت لي جوست طبسي بصح كبير، لا باس به، تعشينا كامل. وقعد شويه، 6 افراد تعشاو وقعد شويه. مهم ندير لها شويه تاع الزيت، نحركها مليح بين يدي باش ندخل الزيت هذيك في الشخشوخه، باش الشخشوخه تاعنا من بعدا ما تلصقش في بعضها. ندير سبورصه نديرو الزيت، نحك هذيك الشخشوخه بين يدي وندخل مليح الزيت هذيك كامل الحبات تاع الشخشوخه كيما راكم تشوفوا، ونديرها تفور. انا الشخشوخه نتاعي نفورها جوست خطرتين باسكو راني راح نزيد نجمرها في لاصوص، الخطره الاولى والخطره الثانيه، ومن بعد نلوحها في لاصوص تكمل طيابها. هنايا نرجع لاصوص تاعي كيما قلت لكم، من بعد ما طاب اللحم نحيه من المرقه، نراو طايب زبده. فوالا نحي اللحم تاعي، ومن بعد واش راح ندير، نحيو من لاصوص، نحيو شويه من لاصوص باش نبخو به الشخشوخه تاعنا. هنايا نحي شويه من لاصوص. فوالا هو اصلا لازم تنقصي من لاصوص باش من بعد كي تلوحي الشخشوخه تاعك تتجمر. ممكن يكون لاصوص بزاف دونك تولي طيب بزاف وتولي تتعجن لك لازم اشاك فوا تنقصوا من لاصوص. ومن بعد اذا كان جاتكم ناقصه كي تلوحوها تتجمر، اذا جاتكم ناقصه صوص تزيدوا لها شويه تاع لاصوص هذاك. المهم انني نحيت منه شويه تاع لاصوص باش نبخ به الشخشوخه. هنا الشخشوخه نتاعي من بعد ما فارت، فوالا هاو ديك لاصوص اللي نحيت نبخ به الشخشوخه كيما راكم تشوفوا. هنا هي راهي حاميه ولاصوص راهو دافي، نحيتو قبيله. نخلط مليح، ندخل مليح هذاك لاصوص. المهم تشربيها بيان بلاصوص وتخليها تشرب لاصوص. كي تشرب لاصوص نوليو نرجعوها تفور للمره الثانيه. كاين اللي يشربها بالماء، كاين اللي يشربها بالماء، بصح انا نفضل نشربها بلاصوص باش الشخشوخه تاعكم تتلح فيها شويه تاع البنه تاع لاصوص، ومنها اللون تاعها يولي حمر، يعني تكون حمراء. كي تبخيها بالماء راح ما يتبدلش اللون هذاك، تقعد بيضه. تلوحيها في لاصوص طيب بصح مالغريتو ما تقعدش حمراء بزاف، ماشي كيما كي تلوحيها كي تشربيها عفوا كي تبخيها بلاصوص تاعها. هنا درت الشخشوخه تاعي فارت ونحيتها، يعني خطرتين، بخيتها بلاصوص تاعها خليتها تشرب لحتها تفور ومن بعد نحيتها. هنا من بعد ما فارت خطرتين شوفوا اني درت فلفله في لاصوص ودرت شويه تاع الزبده. كي غلا لاصوص تاعي نبدا نلوح الشخشوخه تتجمر. هنايا راح نديرها باش تتجمر باش تكمل طيابها في لاصوص وتشرب بيان لاصوص. هنا شوفوا راهي جاتني لاصوص قليله، فوالا راح نزيد لها هذاك لاصوص اللي نقصتو منها قبيل. على بها قلت لكم ديما تنقصوا شويه من لاصوص، لوحوا الشخشوخه تاعكم. اذا كان جاكم لاصوص سوا هاكم ما تزيدوش، واذا كان جاتكم نو راهي ناقصه لاصوص لازم لها شويه تاع لاصوص، راكم تزيدوا لاصوص اللي نقصتوه. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني. انا كثرت الهضره، ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني برك. هنا من بعد ما طابت الشخشوخه تاعي، من بعد ما تجمرت ومن بعد ما شربت مليح هذاك لاصوص تاعي مع الزبده ودار فيها النكهه هذيك تاع الفلفل، نحيها ونزوقها في الطبسي تاع التقديم، طبق التقديم كيما نقولوا. وتزوقيها بهذيك الخضره اللي طابت بها، شويه عظام مشرشمين ولا شويه بيض مشرشم انا رحيتو عليها، فلفله واللحم اللي نصبتيه بها. تجي روعه وبالصحه والعافيه. سلام.